هيحصل ايه لو قارنا موبايل اندرويد جديد ب 7000 جنيه بايفون قديم نزل من 7 سنين وبرضه هتلاقيه مستعمل ب 7000 جنيه، ولو انت بره مصر وبتشوف الفيديو ف 7000 جنيه تقريبا حوالي 140 دولار. المهم المقارنه دي بين السامسونج A16 واللي هو يعتبر افضل موبايل وارخص موبايل متكامل بسعر 7000 جنيه، وبالمناسبه دي اقل نسخه منه النسخه ال 4 رام و128 جيجا، وبين ايفون 8 بلس اللي نزل من 2017 يعني عدى عليه دلوقتي 7 سنين، معلش 7000 سنه وماله عندي برد ماشي الدنيا معايا، وبين ايفون 8 بلس اللي نزل من 2017 يعني عدى عليه دلوقتي 7000 برضه، ودلوقتي اسعاره برضه في المستعمل متوسطها 7000 جنيه يعني. بس عايزك تاخد بالك من حاجه الاول كده، ايفون 8 بلس كان في يوم من الايام فلاج شيب، يعني ما كانش في اقوى منه في 2017، اقوى اداء اقوى كاميرات اقوى كل حاجه فيه. اما السامسونج A16 فمهما كان هو برضه موبايل اقتصادي، يعني الطبيعي ان هو ما يبقاش في كل حاجه انت عايزها. وهنا انا ما بقولكش روح اشتري ده ولا روح اشتري ده، عشان ما حدش يفهم الفيديو غلط ويقول لي انت بتقول روح اشتري الايفون وروح اشتري، لا مفيش الكلام ده كله. اصلا الايفون 8 بلس ما بقاش ينفع انك تشتريه دلوقتي، ولو حتى اشتريته مش هيكمل معاك حاجه، فمش هتقدر تعتمد عليه كذا سنه قدام. فاول حاجه ممكن نبدا بيها المقارنه دي وهي الخامات. في ايفون 8 بلس زي ما قلنا في يوم من الايام هو كان فلاج شيب، فجايب ظهر ازاز وفريم الومنيوم، فتحس انك ماسك حاجه بريميوم في ايدك برضه، مش ماسك موبايل عادي في ايدك. اما السامسونج A16 فظهره وفريم بلاستيك، بس برضه ده مش وحش، هو ده طبيعي في الفئه الاقتصاديه، وبرضه في مسكه الايد تحس ان هو برضه موبايل حلو يستاهل يعني. وبالنسبه للكاميرات في ايفون 8 بلس بيجيب كاميرتين 12 ميجا بكسل، بس ما فيش في ال 8 بلس كاميرا وايد انجل. اما السامسونج A16 فيه كاميرا وايد انجل لانه بيجيب 3 كاميرات، كاميرا اساسيه هنا 50 ميجا بكسل، والاهم ان هو فيه الكاميرا الوايد انجل ال 5 ميجا بكسل اللي هنا. طيب سيبك من الارقام بقى والكلام الحلو ده كله، كاداء فعلي بقى فال 8 بلس يكسب طبعا اكيد، ده يعتبر مديك افضل كاميرات في فئته السعريه في 2025. اما ده كان مديك افضل كاميرات في 2017 والمفروض ان هي تكفي معاك كذا سنه قدام، وده فعلا حاصل دلوقتي. انت الصور اللي بتطلع من هنا هتلاقيها احسن من الصور اللي بتطلع من هنا، وده اللي انا دايما بقوله، مش بطبل لابل والله ولا حاجه، بس في التصوير فما فيش احسن من الايفون، وخصوصا تصوير الفيديو ما تقارنش باي موبايل اندرويد تاني. ممكن تصوير الصور العاديه تلاقي موبايلات اندرويد تسد معاك عادي وتقف قدام الايفون، بس في الفيديو فلا الايفون يكسب. المهم دي شويه صور بالكاميرا الاساسيه بتاعت الموبايلين، واكيد واضح الفرق ومين احسن. ولو جيت على البورتريه فلسه ايفون 8 بلس لغايه النهارده تصويره ومعالجه الصور البورتريه بتاعته ممتازه، ويعدي موبايلات اندرويد كتير بسعر اعلى كمان. بس في حاجه لازم تاخد بالك منها هنا، وهي ان السامسونج A16 تقدر تصور بيه صور وفيديوهات بالكاميرا الوايد انجل، اما ال 8 بلس ما فيهوش كاميرا وايد انجل اصلا. وفي ال A16 تقدر تصور صور بورتريه بالكاميرا السيلفي، اما ال 8 بلس برده ما فيش الكلام ده، تقدر تاخد صور عاديه بس بالكاميرا السيلفي من هنا. وفي تصوير الفيديو فاكيد ال 8 بلس برده متفوق، فيقدر يصور هنا فيديوهات 4K لغايه 60 فريم، وفي ال A16 فول اتش دي 30 فريم، وبرده ال 8 بلس يديك في الصور وفيديوهات احسن من ال A16 اكيد. فانت حتى لو مش عارف تزود مبلغ مثلا وتجيب موبايل عايز تبدا بيه صناعه محتوى مثلا وتصور فيديوهات وتنزلها وما اعرفش ايه، فممكن تجيب ده عادي خالص. بس الحاجه الاهم واللي هتخليك تبعد عن ده وما تبصلوش وهي البطاريه. فالبطاريه هنا صغيره اساسا 2700 ملي امبير تقريبا، وغير صحه البطاريه اللي انت هتلاقيها تحت خالص، فاللي هو اعلى 8 بلس هتلاقيه مثلا بطاريه في السبعينات. فاداء البطاريه في ال 8 بلس انت هتعوز تمشي بباور بانك، والباور بانك انت هتعوز تمشي له بباور بانك، فالموضوع صعب. فبطاريه ال 8 بلس لو انت فكرت يعني تجيبه هتعوز تشحنها كتير وكتير خالص كمان. انما السامسونج A16 فبيجيب بطاريه محترمه 5000 ملي امبير، هتكفي معاك اليوم مرتاح حتى لو انت مفعل ال 90 هرتز في الشاشه. وبما اننا جبنا سيره ال 90 هرتز والشاشه، فال 8 بلس بيجي بشاشه قديمه خالص، شاشه IPS، شاشه 60 هرتز. ما نقدرش نتكلم على 90 هرتز عشان لسه لغايه دلوقتي قبل بتستخدمها عادي خالص، بس خليك في ان هي شاشه IPS مش اوليد ولا اموليد ولا اي حاجه من الكلام ده. هنا السامسونج A16 بيجي بشاشه سوبر اموليد و90 هرتز، اداها حلو خالص على كل موبايل اقتصادي، وحجمها كبير 6.7 انش، هي حواليها حواف كبيره خالص بس يعني تمشيها عادي. وبرده خلي بالك شاشه ال A16 مش احسن شاشه في الفئه الاقتصاديه، بقى في شاشات في الفئه الاقتصاديه احسن منها دلوقتي لو انت يعني بتفكر في موبايل عشان شاشته مثلا. وبرده دقه الالوان في ال 8 بلس كويسه، ومشاهده المحتوى في ال 8 بلس حلوه مش وحشه خالص، على الرغم ان حجم الشاشه صغير 5.5 بوصه وفي حواف كبيره وما اعرفش ايه، بس برده مش وحشه ولا معوق معاك مثلا لو عايز تشوف محتوى عليه. بس اكيد كمقارنه بين الاثنين فشاشه ال A16 احسن بكتير يعني لو انت هتقارنها بال 8 بلس، وخاصه عشان الريفريش ريت العالي 90 هرتز. بس في تجربه المشاهده عموما انت هتشوف على شاشه ال A16 وتروح تسمع بقى من سماعات ال 8 بلس، وده لان الايفون 8 بلس بيدعم الصوت الاستيريو، الصوت بيطلع لك من سماعتين. اما ال A16 فهو موبايل اقتصادي، الصوت بيطلع لك صوت مونو، على الرغم ان برده في موبايلات اقتصاديه ثانيه كتير الصوت بيطلع استيريو عادي خالص، بس سامسونج لازم تشيل لك حاجه كده عشان تشتري موبايل اعلى منها. واكيد الصوت عالي هنا في ال A16 وكل حاجه، بس برده في ال 8 بلس هيكون احسن عشان الصوت الاستيريو ويديك تجربه صوتيه احسن. طيب هو اكيد واضح من صوتي ان انا عندي برد، بس يعني هو الفيديو ده اتصور مرتين، مره اتحذف ومره ما كملش، فلو عندي ايه هصور الفيديو برده مش مهم، برد عادي.
تقبل الموضوع معايا، وانزل اكيد اعمل لايك للفيديو تحت عشان الفيديو يوصل لناس اكتر، واكيد لو عايز تشوف فيديوهات زي كده اكتر اشترك في القناه هنا عشان يوصلك الفيديوهات اللي جايه كلها. فبس المهم يعني كنا وصلنا ان الاي 16 بيدعم تركيب شريحتين او شريحه وكارت ميموري، المهم ان هم شريحتين يعني، هنا هي شريحه واحده بس ومفيش اي سيم في الاثنين، وبرده مفيش منفذ 3.5 مللي بتاع الهيدفون جاك عشان تركب سماعه في الموبايل، مفيش الكلام ده، هتقضيها بقى سماعات بلوتوث. وبالنسبه لمقاومه الميه والغبار في ايفون 8 بلس بيجي بمقاومه ميه وغبار اعلى IP67، بس يبقى الجهاز ما اتفتحش يعني قبل كده، وحتى لو ما اتفتحش اوعى برده تروح ترميه في الميه وتسيبه يعني، اكيد لا. اما السامسونج A16 فما فيش مقاومه ميه وغبار معلنه يعني من الشركه، بس اكيد مقاوم لرذاذ الميه والكلام الحلو ده كله. والحاجه اللي بعد كده والمهمه واللي سامسونج هي اللي دخلت الموضوع ده في الفئه الاقتصاديه، وهي التحديثات السنين الطويله دي. فالمهم يعني ايفون 8 بلس ميت بقاله 3 سنين، ما فيش اي تحديثات توصله، اخر تحديث وصل له iOS 16 وما فيش اعلى من كده خلاص. وده حلو برده، خلي بالك ليه بقى، لان الموبايل ده نازل باiOS 11، فلما يوصل معاك لاي iOS 16 فانت كده وصل لك بتاع 5 سنين تحديثات اهو، فده حلو. وممكن برده الموبايلات الثانيه الاعلى من كده تدعم سنين اكتر، هي ابل بتفضل تديك تحديثات لغايه ما الموبايل يقول لك خلاص ما بقتش قادر، على عكس سامسونج فهي مدياك وقت محدد، انت ليك الموبايل ده نازل باندرويد 14 وليك 6 سنين تحديثات. فالسامسونج A16 لسه يقدر يديك سنين تحديثات ودعم للتطبيقات اكتر كذا سنه قدام، اما ال8 بلس فخلاص بقى ادعي له. واصلا ايفون 8 بلس بقى فيه تطبيقات ما بتنزلش عليه خلاص، وفي تطبيقات نازله وما بقاش بيوصل لها تحديثات، زي مثلا شات جي بي تي، هو التطبيق خلاص نازل عندك هنا بس خلاص ما بقاش يقدر يستحمل تحديثات ازيد على كده. فدي الحاجه الثانيه اللي تخلي ايفون 8 بلس ما بقاش ينفع دلوقتي، ان هو ما بقاش اعتمادي خلاص، ولا دلوقتي ولا لكذا سنه قدام حتى، عشان برضه انا ما بعملش المقارنه دي عشان تروح تشتري ده ولا ده. انا قلت في اول الفيديو ان ايفون 8 بلس ما بقاش ينفع في 2025 ولا ينفع في 26 ولا 27 ولا اي سنه خلاص. ولو معاك 8 بلس ومشيك عادي خليك معاه مفيش اي مشاكل، بس لو انت رايح تجيب جديد فاوعى طبعا تجيب ده خلاص. فالفكره كلها انت ممكن بس تاخد الفيديو ده كمثال كده، لو انت مثلا عايز تقارن مع ايفون اعلى ايفون 11 مثلا مع اي موبايل تاني اندرويد بنفس سعره، فممكن تاخد الفيديو ده كمثال عشان لو انت محتار بين الاثنين يعني. وقول لي برده لو في اي موبايلين عايز تقارن بينهم قول لي عليهم في الكومنتات وممكن نبقى نعمل فيديو زي كده عادي. طيب المهم بقى بالنسبه للاداء، فانا مش عايز ابان بطبل برده للايفون، انا كنت بستخدم ايفون 8 بلس على فكره وبقول لك ان اداؤه لسه يستاهل لغايه دلوقتي عادي، وخصوصا لو انت جاي من موبايل اندرويد قديم شويه مثلا، في ايفون 8 بلس بالنسبه لك هيبقى تطوير على فكره. انما لو انت جاي من موبايل اندرويد جديد زي مثلا سامسونج A16 او اي حاجه جديده، انما لو انت جاي من موبايل اندرويد جديد او حتى ايفون اعلى، فايفون 8 بلس هيكون بالنسبه لك مش تطوير، عكس تطوير بقى، شوف ايه هي. فالمهم ايفون 8 بلس في الاستخدام اليومي والتصفح والالعاب على فكره اداؤه ممتاز لغايه دلوقتي، بس ما تنساش البطاريه في حته الاداء دي، لان البطاريه هنا تعبانه خالص. فالمعالج هنا الاي 11 بايونيك لسه مخليه في حته ثانيه برضه. وفي الالعاب عشان الناس اللي هتسال في الكومنتات، فايفون 8 بلس بيلعب ببجي على 60 فريم، اما السامسونج A16 على 40 فريم، والاثنين يعتبروا ثابتين يعني على الفريمات دي. وده برضه مش معناه ان السامسونج اداء وحش، ده الطبيعي بتاعه وده حلو مش وحش، بس الفكره ان السامسونج A16 اكيد اداؤه مش هيفضل زي اول يوم، اكيد اداؤه هيضعف مع الوقت. اما ده فبعد 7 سنين انا شايف ان هو لسه اداؤه حلو على فكره، يعني مشابه لاول يوم عادي خالص، يعني مش هقول لك زي اول يوم استخدمته فيه، بس لسه محافظ على اداؤه برضه ثابت. طب بالنسبه لوسائل الحمايه هنا وهنا، فهنا عندك التاتش اي دي، وكان في الفيس اي دي ظهر في نفس السنه بس مع ايفون اكس، انما ال8 بلس كان تاتش اي دي او بصمه الصباع دي، ولسه على فكره حلوه وشغاله لغايه دلوقتي سريعه برضه. والسامسونج برضه جايبه بصمه في زرار الباور سريعه، وبصمه وش كمان، وبصمه الباور دي سريعه وحلوه وما قابلتش معاها اي مشاكل. في كذا حاجه ثانيه برضه، وهي ان الايفون 8 بلس تقدر تستخدمه دلوقتي مع ابل باي، وتقدر تدفع بيه عادي خالص بالايفون بتاعك، اما هنا فلا عشان لسه سامسونج وولت ما اتفعلتش في مصر يعني، بس السامسونج A16 في NFC، فلو اشتغلت قدام في مصر هيكون بيدعم عادي خالص. والمستشعرات برضو اللي هنا وهنا، فسنسور المكالمات هنا سنسور حقيقي، سنسور هاردوير، اما ال16 فسنسور سوفت وير، فهتلاقي ان هو بيعلق معاك شويه، مش بيظبط من اول مره مثلا، بس برضو حلو مش وحش على كونه موبايل اقتصادي. والاثنين بصراحه في الشبكات زي بعض وحشين، فانا مش هقدر اقول لك مين احسن لان الاثنين بصراحه وحشين، بس يعني يمكن ال16 احسن شويه حاجات بسيطه، بس الاثنين في الشبكه مش اقوى حاجه يعني. فبس يا قول لي بقى لو في حاجه معينه ما قلتهاش في الفيديو وانت عايز تشوفها مثلا، ممكن نبقى نعمل عنها فيديو شورتس او ريلز وننزله هنا وعلى انستجرام وتيك توك كله. ولو عندك برضو اسئله او اي حاجه عايز تسال عنها في فيديوهات ريلز، فيديوهات صغيره كده بننزلها هنا وعلى انستجرام وعلى تيك توك والمواقع دي كلها، فاكتب الاسئله دي في الكومنتات، لان انا عايز اعمل فيديوهات قصيره ما تكونش اتشافت قبل كده، يعني عايز افكار جديده، حتى لو هننزل عدد فيديوهات قليل بس عايز افكار تبقى جديده وحلوه. فقول لي في الكومنتات لو عندك اي حاجه معينه عايز تشوفها. وبس يا عم اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم.